النهارده بنتكلم على الجديد في مجال تجميل الوجه. تجميل الوجه. طيب ايه بقى الفيلر الخيطي ده وبيتم استخدامه ازاي؟ طبعا هو الفيلر تركيبات كتير جدا. تمام. وله استخدامات كتير، كل حقنه لها تركيز معين، لها منطقه معينه تتحقن فيها، لها سن معين تتحقن له، لها مشكله معينه بنحطها لها. لو احنا عملنا كل الخطوات دي مظبوطه، وطبعا الحقن نفسها تكون اصليه ومرخصه وجايه من مكان اوثورايزد موثوق فيه، بتبقى نتيجه الفيلر فوق الممتازه. لو خطوه من دول اتعملت بشكل مش مظبوط بتبقى النتيجه مش احسن حاجه. الفيلر كان كل وظيفته او كل الغرض منه قبل كده ان احنا ننفخ بيه المناطق اللي وقع منها الدهون مع تقدم العمر مثلا، او مع العمليات الجراحيه، او مع حد خس جامد قوي فتلاقي وشها وقع، سواء ست او راجل، مع السن، مع الجفاف، مع كده، فبنضطر ان احنا نحط حقنه فيلر تعوض الدهون اللي فقدت من الوجه. كان وظيفه الفيلر زمان زي ما بقول لحضرتك ان هو يملى المنطقه، تفيل يملى المنطقه اللي مثلا فقد منها الدهون. كل ما مليناها بشكل طبيعي كل ما كانت النتيجه ممتازه. طيب في مشكله تانية او ظاهره تانية بدات تظهر في الوجه، انه مش بس بيبقى محتاج ملو، هو بيحتاج كمان ان الجلد يترفع. يعني ممكن يبقى مليان بما فيه الكفايه، ممكن واحده تبقى خدودها تمام مليانه، بس عندها مثلا جزء تاني ورا محتاج ان هو متدلي، محتاج ان هو يترفع، مش يتنفخ، هو محتاج بس يترفع، يتشد مكانه. هنا بيجي دور الفيلر الخيطي. كان قبل الفيلر الخيطي الخيوط، كان ده دور الخيوط نفسها، ان احنا بندخل بالخيط وبنعمل اخر الخيط لازم بنشبكه كده في الجلد ونشده ونرفع الجلد بيه. الخيط هو بيمشي مسافه طويله قوي في الوش، يعني هو خلينا نقول ان الوظيفه بتاعته الاساسيه ان هو كانه جسم غريب بيدخل الوش، بيحصل حواليه شويه الياف صغننه، فبنقول انه بيفضل رافع الوش لمده طويله قوي. للاسف ظهر منه شويه حاجات، انه عشان احنا بنمشي الخيط مسافه طويله قوي في الوش، فوارد يظهر حاجه اسمها ديبنج، يعني الوش يبقى في بعض الاماكن في نغزات داخله مكان ما الخيط عدى المسافه دي كلها. الفيلر الخيطي ما فيهوش الكلام ده، ما بيحصلش. عالج بقى، جه اساسا عشان يعالج المشكله دي. جه اساسا بالظبط، هو كان موجود، هو كان عباره عن حقنه فيلر وظيفتها الشد وليس النفخ.